Basically, America sees Shahrazad as a sexualized individual. She's just beauty, you know, and telling the story. Best in the Eastern context, Shahrazad is very well known for her intellectualized way of leaving a situation. And this is still to this day one of the best qualities a woman can have. It's strategy, storytelling, and her intellect, as well as her beauty. أكو ما بين هذا الجيل، إحنا جيلنا والجيل الأصغر من عندنا، أكو فجوة ثقافية همينة ما بين السائل وما بين طريقة تفكيرنا، وهم هاي تسبب أزمة انتماء. And like people are like, oh yeah, you have camels, you have this, and it's like, what camels? Who am I? If I say what, يعني, where are you from? How poetic do I get? أعتقد إذا أكو شيء الرجل يحتاج يتعلمه هسه من المرأة هو أن يكون متصل ويا مشاعره. نحتاج رجال عندهم عاطفة أكثر، مشاعر أكثر، يمكن نكون أقل قسوة. It's very important to be true to yourself in a world of influencers and things being generated to be fake, which you can sit there and be like, oh, AI is bad. No, AI is the future. You got to learn how to use it. I want to know, was that a challenge to come here? لأنه we don't have much reinventing the wheel ideas. احنا more than designing, we basically organize your thoughts for you, find the connecting visuals, and then we organize them back that you can use it in a consistent way. Systemization is one of our priority things as designers. If it's not systemized, it's not designed well. MashaAllah. مرحبا وأهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست ديتور. أنا علي وأنا أحمد. حلقتنا اليوم حتكون ويا كانت، احنا نقول كانت لأنه احنا صورنا الحلقة قبل الانترو مالتنا هسه، فسجلنا حلقة ويا خديجة عبد النبي، مؤسسة استوديو يا خديجة لتصميم الهوية البصرية. هي مصممة جرافيك، وحابين نحكي وياها لأنه أفكارها وفكرة مشروعها في شيء مميز بالنسبة للعمل الإبداعي بالعراق. احنا بدينا نحكي وياها، يعني بدينا نحاول نرتب هذا اللقاء ما بين أنا كنت مسافر، أنا كنت بإسبانيا، هي كانت بأمريكا على الحكي بشهر 11. رديت قلنا لا، قالت راح تروح لبغداد، من بغداد تجي على أربيل، أنا كنت مسافر، أنت بأربيل، فإلى أن ضبطنا الوقت كله وسجلنا قبل آخر السنة بيومين تقريبا، اللي هي يوم 30/12. كانت حلقة كلش حلوة، أعتقد كلكم راح تستمتعون بها. حكينا ويا خديجة على هواية شغلات. أنا وخديجة بيناتنا هواية قواسم مشتركة، اثنيناتنا عشنا في أمريكا، تأثير أمريكا علينا كمكان إحنا سكننا بيه ودرسنا بيه، تأثير لازم فهمنا لهويتنا. فحكينا وياها عن مفهوم الهوية، عن نشأتها ما بين تونس ونيويورك، وحاليا هي ساكنة في بغداد، يعني ما بين بغداد ونيويورك. وحكينا هواية عن شغلها. شلون حسيت الحلقة كانت؟ شنو الشغلات اللي رح يستمتعون بها اللي رح يشوفوها اليوم؟ والله الحلقة كانت كلش ممتعة، لأنه خديجة هي من أولا شخصية جدا خلينا نقول مميزة. من واحد يسمع الحلقة رح يعرفون ليش هي جدا مميزة. وثاني شغلة، يعني القطاع خلينا نقول الإبداعي أو الكرياتيف سيكتور بالعراق فشي بعده جديد، يعني أو خلينا نقول مو بعده جديد، بس بعده يتكون وما ماخذ له الطابع أو اتجاه معين. فأكو هواية معلومات إنه شلون هي قدرت تشتغل هنا. اشتغلت بأربيل، بعدين اشتغلت ببغداد، وهسه مرت اللي رجعت ببغداد. اللي يحب مثلا يتعلم أو ياخذ فد خلينا نقول قصة، خبرة إنه واحد شلون يقدر يكمل خلال كل هاي السنين اللي فاتت بقطاع تصميم الهوية البصرية أو التصميم بشكل عام، كلش راح يستفاد من عندها ومن نصائحها. صحيح. من الشغلات اللي حبيت
إنه خديجة حكت بيها حكينا على مفهوم الانتماء. لما الواحد يكون ساكن بين أكثر من بلد، وهذا الشيء يمس هذا السؤال كل اللي بالمغترب يسألوه عن نفسهم. دائما موضوع احنا نحكي بيه كل ما اتلاقى ويا اشخاص سواء عراقيين او من خارج العراق من المنطقة. احنا كلنا كشعوب جنوب غرب اسيا وشمال افريقيا كلنا في كل مكان. دائما عندنا هذا السؤال، دائما نسأل عن الهوية، نسأل عن الانتماء، نحكي بموضوع انه شنو يعني الانتماء بالنسبة لنا لكل واحد من عندنا، وحكينا وياها عن هذا الموضوع. حبيت انه هي ما حاولت تبسط الانتماء، بالعكس هي حكت هواية عن ايش قد معقد هذا المفهوم، وش قد التغيرات الثقافية تغير مفهومنا للانتماء. لأنه أنت ويا كل تغير ثقافي، سواء بسبب تغيرات سياسية أو بسبب التغيرات الثقافية ما بين الترند وما بين تطور الثقافة، أنت كأنه ترجع تعيد صياغة انتمائك، ترجع تعيد تعريف الهوية من جديد. وهذا الشيء كلش مهم، هذا الشيء إحنا ما عندنا إدراك كامل له. مرات كلش هواية نفهم. حبيت رؤيته عن هذا الموضوع. حكينا عن تأثير الأدب بشغلها، عن تأثير الكاتبات النسويات مثل نوال السعداوي على شغلها. وحكينا عن تحديات الهوية البصرية بالعراق. تحدياتنا جزء منها هي بنى تحتية، وتحديات هي جزء منها الصراع السياسي، وبالتالي الصراع الثقافي اللي جاء اللي اجى ويا الصراع السياسي. اثر على فهمنا للهويه البصريه، عن شلون احنا نخلق هويه بصريه مميزه، ما ابعد من النخله، او ما ابعد من الهويات المبسطه اللي احنا او العناصر المبسطه من الهويه العراقيه اللي احنا دائما نستخدمها. الحلقة حلوة، تابعوها استمتعوا بها. هاي الحلقة شوية مختلفة ومميزة. اللي دا يسمع على البودكاست عفوا، اللي دا يسمع على ابليكيشن البودكاست او على السبوتيفاي ومن المتحدثين باللغة العربية، أنصحكم يشوفون الحلقة اللي راح تكون ويا ترجمة ويا سبتايتل. الحلقة معظمها باللغة الإنجليزية، لأنه خديجة إحنا قلنا لها كان كلش مهم بالنسبة لنا تكون مرتاحة. وهي دائما اللي دارس خارج العراق ومشتغل يعني بمجال هو مجال عالمي، تصير اللغة مالته المسيطرة هي لغة العمل. وباعتبار انه احنا كنا قاعدين بالمقابلة بجو الى حد ما حاولنا نكون بسيط، بس يظل إلى شيء من البروفيشناليزم أو من إنه هذا جو عمل. فأتخيل صارت بالنسبة لها أريح إنه تحكي بالإنجليزي، مع إنه أنا مرات بدي أسألها السؤال بالعربي هي تجاوبني بالإنجليزي. فحبينا تكون مرتاح، حبينا ناخذ منها قد ما نقدر من معلومات من خبراتها، فقلنا لها احكي باللهجة وباللغة اللي أنت ترتاحين بها. فمعظم الحلقة جزء كبير منها كان بالإنجليزي. اللي يحب يسمع يسمع أو يستمتع، اللي يحب يشوف ويا ترجمة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية ممكن يتابعون على اليوتيوب. فاصل ومقابلة خديجة. خديجة نورتينا اليوم. احنا أخذناك بوقت انت البارحة جيتي من السفر، انا كنت مسافر. فالمفروض كان نسجل داخل أربيل، بس كلنا بكل مكان احنا موجودين الى ان ضبطنا وقت السفر ووقت التسجيل، فصارت بهالشكل نسجل من استوديوهات احمد من القنفة مالتنا. سعيدين كلش انه انت ويانا خديجة. خديجة، انت احب دائما اني ابدي بكل حوار من البداية، من النشأة. والشيء اللي احسه اني كلش مميز بشغلك وبالشيء اللي انت تسويه كمصممة هوية بصرية، هواية من الشغل مالتك يعتمد على الهوية
الهوية البصرية. إذا تحكي لنا أكثر عن نشأة خديجة، لأنه أنت كشخص هويتك بها هواية hyphenations، هويتك مركبة. فإذا شوية نسمع عن خديجة، عن بدايات خديجة، عن النشأة ما بين تونس ونيويورك، وهسه حاليا أنت ما بين بغداد ونيويورك. شلون تحسين إنه نشأة خديجة أثرت على الكارير مالتك؟ First of all, أني كلش ممنونة to be on your podcast، ومبين من الحكي مالتي إنه الحكي مالتي مركب باللهجات، وأفكاري مركبة، وهويتي همينة is very complicated. أنا مولودة بنيويورك في البرونكس بالذات، أو عشت طفولتي بنيويورك، بس يعني أسافر دائما، يعني أقضي الصيف بتونس يم بيبيتي اللي هي أمي. فتربيت بين عالمين، خلينا نقول أول شي بين تونس ونيويورك، وأحس إنه هذا الشي مميز يعني قصة اللاجئين، أو مو اللاجئين، الimmigrants بصورة عامة بأمريكا. و it gives you a perspective to understand yourself لما أنت تطلع من بيئة تقوم تفتهم أنت منو، أو عادات وتقاليد شلون تختلف ناس عن ناس، اللغة، حركات، آم، الأكل، ريحة البلد تختلف. فاكتشفت هذني كلهن لما كنت كلش صغيرة. وب97 رحنا لبغداد، وهمينا، أنا أبويا من بغداد، همينا أخذت وجهة نظر عن بلد يعني ثالث، اللي هو يعني من ضمن هويتي، من ضمن شخصيتي my personality، خلينا نقول. وكل واحد it's like a very different world، عالم واحد يختلف عن الآخر. وعزيز علي ال memory of these things especially as a child، خاصة بطفولتي، لأنه كطفل أو كطفلة أشوفهم بعين almost magical. so لما كنت بتونس، الشغلات اللي بالبيئة والناس، ويعني أتذكر دار بيبيتي كلش زين، وشلون كان مليان بناس وأكل وفرحة، ويعني اللي هذا شيء يعني ما نحسه بنيويورك. وهمينا نفس الشيء ببغداد، بس بغداد لما رحنا كانت يعني بالنسبة إلي أغنى بلد شفت في حياتي at that time. I think زرنا النجف، and I thought that it was made of diamonds and gold, and أخذنا coaster, and I was like, wow, they rent a whole bus and the whole family. I was like, dude, يعني يا حصار, this is so cool. فتبقى هذني these memories as like something very very precious to me، وفد شي إنه it's the rich part of who I am. حتى لو لما الناس يعني they meet me now, they're like, oh, you're from New York. إنه أحس إنه it's the better story to tell you actually. يعني أمي من تونس، أبوي من بغداد. These are the stories. Um, so yeah, this is how my هوية became very مركبة. خديجة ما بين تونس ونيويورك وبغداد اكو هواية هويات وهواية تقاطعات. وين تحسين انت تمشين بهذا العالم، بهذا الافق؟ وين تحسين تنتمين؟ اللي هو احنا اللي نسميها اتخيل يعني ما اعرف اذا ينطبق علينا المثل، بس احنا اطفال الثيرد كلتشر children، اطفال الثقافة الثالثة، اللي هو احنا لا كلش مثلا بالنسبة إيش، لا أنت 100% تحسين تونسية أو 100% عراقية أو 100% أمريكية. دائما أكو شيء شوية أقل أو مو أقل أو مختلف يخليش تحسين بالاختلاف. Well, so that's a great question. I don't think I really feel like I belong anywhere comfortably. يعني صراحة لا، it's not an إحساس I ever had, that I ever know, that I ever understood.
بس I feel like I don't belong a lot. And this, I think هذا when you're young تحسه أكثر، ولما تكبر شوية تكون تفتهم، أو أني افتهمت إنه هذا الإحساس أني أقدر أخلي نفسي أعتقد بهذا الشيء أو لا. مثلا what does it mean to belong? Does it mean I have to يعني ما أحكي مثلا؟ خليني أقول لك يعني an example. بغداد صارت كلش صعب علي إنه أحكي وانطلق باللغة العراقية، بالعلم إنه I didn't speak عراقي most of my life. يعني تعلمته وأنا شوي شوي دا أتعلم عراقي، يعني أركز وأتعلم مثل ما تعلمت فرنسي، مثل ما تعلمت يعني all of my languages, you know. ف it's so sad لما you feel like أنت واصل أو وصلت المرحلة and you use your language and all of a sudden people are like أنت من وين؟ أنت مو عراقية أنت. and so it becomes complex لأنه الآخرين خاصة الناس اللي خلينا نقول 100% whatever تونسي عراقي أمريكي عندهم القناعة إنه they can just come to somebody and say, you know, ما تحكين زين أو you don't belong or you don't look or you don't, which is easy for them لأنه they belong, they fit. But I love that I am actually يعني عندي عدة countries I could call home. عندي يعني هوية, like you said, a third culture kid. I belong in many places. يعني حتى I feel like I belong in countries I am not from. هالقد ما I don't belong, you know? It's become a comfort to not belong, almost. Shit creative say. I know that comfort. Yeah. It's almost weird when you are completely normal and you blend in. بالعكس, I feel always a little more comfortable when I don't belong. حاليا مو لما كنت صغيرة. لما كنت أصغر of course كان I spent a lot of time learning languages, learning حركات، شلون بيبي تحكي، شلون عمتي تحكي، شلون خالتي تحكي. يعني أكو حركات بالوجه بالإيد. يعني كل بلد عنده، كل عائلة عندها these things. So I would collect a lot واستخدم هذني الشغلات بالوقت المناسب على مود يعني ما بين انه I don't belong. That's even weirder. انه واحد مثل يبدي يحاول يخفي عدم الانتماء مالته. هو حتى مرات اصلا يعني انت ساكن هنا، انت من بغداد احمد، ساكن هنا، شلون تحس موضوع الانتماء يلعب دور بحياتك؟ وخاصة انه الانتماء مو بس انتماء المكان. يعني احنا هسه احس اكو ما بين هذا الجيل، احنا جيلنا والجيل الاصغر من عندنا، اكو فجوة ثقافية همينة ما بين السائد وما بين طريقة تفكيرنا، وهم هاي تسبب أزمة انتماء. لا مو بس هيك شيء انه يعني من تحكين هو اكو مرات السوالف يعني I'm relating to لانه انا تربيت ببغداد بس تحولنا هواي. يعني رحنا شفت الموصل، اني شفت ديالى، شفت اربيل، المحافظات الباقيه كلها شفتها خلال الشغل. ف يعني ما كان اكو مثلا فد 20 سنه ببوكان حتى واحد يقدر يقول. يعني هسه تسالني اني من وين، اني هويتي بغداد بس جوازي مطلعه من فيعني من شايف اكو خلط يعني كان بالموضوع. كم سنه كنا بالموصل. فمثلا من احد يسال، خصوصا من يعني I wanted to ask you this انه it's if someone asks you where are you from يعني ما توصل جواب نهائي. يعني مثلا مرات اني هنا مثلا اوكي هو اني انولدت اصلا من بغداد بس اني ما قضيت 20 سنه ببغداد. فيعني اني من بغداد زين، لو اني من وين، اني من غير مكان. فتطلع هاي الهويه الجديده اللي هسه احنا كلنا يعني نشوفها من اصدقائنا والسوشيال لايف، انه اغلب الناس هالقد ما يعني اكو صارت تحركات وروحه وجايه، مو مثل قبل كان كل من يبقى بنفس الفرع. ضاع السؤال انت من وين. احس يعني انه
أني من وين شلون أقول لك أني من وين يعني إنه وإحنا هنا يمنا السؤال هذا كلش طبيعي أكيد يعني أكيد أنت من وين؟ من يا محافظة كلش صعب لأن هسه الكل يعني خلينا نقول صارت connectivity أكثر بين المجتمع فصرنا نروح ونجي و10 سنين و5 سنين هنا وهيك صارت يعني إنه هاي الموضة الجديدة ف يعني it feels weird يعني مرات لأنه لحد الآن أنا مرات ناس تقول لي مثلا أنت من وين وأنا ببغداد مرات أنا هنا أقول لهم أنا من بغداد يقولوا لي أنت من بغداد فأعتقد يعني هي طابع المدينة يأثر إذا واحد يبقى 10 سنين يعني هسه حاليا هنا أنا بأربيل صار لي عقد من الزمن فيعني أعتقد technically أقدر أقول أني من أربيل عندك جواب على السؤال؟ تقدرين أحد تساعدينا نلقى جواب خديجة؟ ما عندي أحد ما عندي يسألك جواب. I mean I love شلون أحمد you were يعني هل أنا أقدر أقول أنت من يعني أنا من أربيل أنا قضيت 13 سنة بأربيل بس all of these questions are like an ethnic dig right like أنت من أربيل كردي عربي you know like Turkmani like are you مسيحي are you there يعني it's just a icebreaker يعني as if somebody's doing a GPS triangulation and then they're بيها getting like the خلفية بيها first خلفية the السؤال first data point you know بعدين أكو like شنو المنطقة وشنو ethnicity وشنو religion وبعدين شنو العشيرة يعني until they find exactly what they're looking for actually it depends on who's asking me يعني أنا أسوي يعني أضرب لي سكان quickly عادة ما أقول أنا من نيويورك لأنه أكثرية الناس عبالهم دا فيك يعني عايشة 4 سنين بنيويورك وجاية هو مولودة وعايشة وداسة القاهرة وجيت هنا فدائما أقول عراقية لأنه كمرأة عربية وأبوي عراقي فأني عراقية ليش اللهجة مدري شنو فأقول لهم أمي تونسية ف it's a give and take مرات the question doesn't go more than that so it's a very complicated question and I always think about it it's like one of those things that keep me up at night like who am I if I say what yani where are you from how poetic do I get or how honest should I be or how yani you know there was a Chanaku Fatra when they asked me where I'm from I would just say Ani Muslima جاية من الدنيا يعني هيجي that's the only thing that matters to me at that point right but then you lose connections on this you know people want to connect مرات من being so happy you know خشم يشوف خشم أنت من وين you know خشمي عراقي 100% يعني that's how I found my third cousin in a London design program believe me شفته وشفت خشمه and I was like هذا خشم غريب احنا بلندن هذا الخشم عارفه هذا خشم عارفه ففعلا when we got to يعني بدنا نحكي وهاي قال لي يا أبويا أمي is part of يعني وش اسمه قلت له شو اسمه أمك اسمه الثلاثي خابرت أبويا قلت له بابا عندك and he's like that's my cousin I grew up with her in Basra summers يعني it turns out our grandparents are siblings يعني كل من خشم كل من السؤال where are you from هو هذا يكون مثل كأنه شوف ايش قد هي ممكن يكون سؤال الهوية هش بس ايش قد ممكن يكون قوي بنفس اللحظة انه واحد ممكن يعرفه من يعني انا مرات بالشارع اكون ماشي بأمريكا واشوف شخص ماشي بالشارع اعرف انه هذا عراقي من مشيته من لا طريقة صدق نظراته من الدم مالته ما اعرف اكو فد شيء رأسا او على الاقل اعرف انه هذا الشخص عربي او عندي فد مثل ما يقولون بالإنجليزي kinship أو عندي فد قرابة إله بس الحلو بهذا السؤال يعني سؤال الهوية أنت ضفتي عليه layer أخرى أو طبقة ورحتي درستي دراسات شرق أوسطية ببرنارد كوليج بكولومبيا هل كان بحث عن الانتماء؟ Wow, that's such a good question. هل كان باحث عن الانتماء؟ I think كانت a curiosity. So أني in school I was good at everything. ما شاء الله.
Uh, so I love I loved history as much as I loved science, as much as I love physics وهاي. فلما وصلت الكلية it was من ضمن I was supposed to study medicine or engineering. Like in America it's very different ترتيب. So I was on that such a or like طريق such a whatever. I was on that path. And I just decided to take like it was like an intro to Islamic civilization class. And I was like, oh, this will be so easy. I'm going to get an easy A. And that class changed my life. That class made me realize how much in America we don't learn about anything about the Islamic Empire or anything. And I was like, this was us? Wait a second. This play's about us? This is our Turath, this is our Tariq. Where was this in the books? Like, you know, I read about Mesopotamia, the land of two rivers, the Fertile Crescent, you know, some civilization stuff, and then Egypt, nothing. And then, so one class, I took another, and then changed my whole major. And no, I found it fascinating. And yeah, I think you can say I did feel like that was the first time I really felt like I belonged academically. شلون تبين هذا إحساس البelonging أو الانتماء؟ شلون Wow. انعكس عليك؟ It was how I could see the world through something I couldn't express. So this is a very good question. And like, I feel like I'm having like one of those like life-changing moments because I don't think anyone's ever asked me that. There was summers that we'd go and travel and come back and seeing Iraq, seeing Tunis, coming back to New York, you know that there's something different. Learning, reading, living in a post 9/11 New York, like we lived through 9/11. Like in school, we were in the middle of Manhattan as it was happening, and the chaos of it all. Like I still remember. For everything that came after was so it didn't make sense. There were so many things that didn't make sense, and in college, I was kind of given all of the literature, the books, the teachers, the thoughts, and from the best of the best to navigate this in an intellectual way, to understand yani, where my dad is from, where my mom is from, what kind of history we have, who we are, why we're so smart, and why we have all of these yani, capabilities, and yani, everything started to make sense. It's like, oh yeah, you know, like I would go home and I would go to Iraq and I knew who my family was, or like I'd go to Tunis and like people are like, oh yeah, you have camels, you have this, and it's like, what camels? Baba, do they know like Jama kulla dhahab? All of our relatives are like educated, and yani, what are they talking about? Yani, something just didn't make sense. Movies, and it was something very in your subculture growing up in America that's really, really messed up. That you don't think you're really worth anything, and then you realize who you are, and that changes everything. And you kind of know it from traveling, but it's not articulated. So that education broke that yani method of thinking, or like freedom to think that way academically too. You know, it was not something emotional. It was more academic. It was more logical. It was more Yani, you know, Edward Said is basically a scholar that's explaining Orientalism that's been around for, centuries. Yani, this is not in your head. So, yeah, it made me change my whole, yani, I didn't do أكيد. engineering. I didn't become a doctor. I specialized in Middle Eastern studies. الحلو دراسة العالم العربي أو العالم الإسلامي إنه يبدي الواحد يكتشف الكتاب مالتنا، يبدي يكتشفهم بشكل آخر. أنا وأحمد من محبين مثلا نوال السعداوي اللي أنت تقتبسين منها هواية. ومؤخرا شفت على الإنستغرام مسوي مثل بوستر مقتبسة منها من أحد مقولاتها. ونفس الشيء أحس إنه دراسة المفكرين العرب خارج العالم العربي ينطي هذا البعد أكثر، بعد ثالث لهويتنا للثقافة مالتنا. شلون أثروا هل هم ملهمين الكتاب العرب؟ ذكرتي إدوار سعيد، أنا أعرف إن أنت من محبين فاطمة المرنيسي فاطمة المرنيسي, ونوال yes. السعداوي.
شلون أثروا بيش هالشخصيات المحورية اللي حكوا على هواية أمور تعني لنا إحنا كلنا، اللي هي الهوية، الانتماء، المرأة، العالم العربي ما بعد الاستعمار. How did you navigate it؟ شلون حسيتي إنه أنت مشيتي ما بين كل هالresources، Um, هالأفكار؟ والله صراحة that's the beauty of a college education in America. يعني it is what they call a liberal arts degree. So we study a lot of things, and honestly أنا من نوع إنه I'm very curious. يعني يعني I'm hungry for these. So these are the ones I remember اللي أثروا بيا يعني in a very emotional way. Like أمي درست يعني حياتها under like she went to French school in Tunis while يعني Tunis got its independence من France. So like الاستعمار is something very real in my mother's upbringing. بابا يحكي لي يعني about الاستعمار the British and بالعراق. So like these stories are not very far away from the people that I used to read, and when it would link up together, it would almost put my parents' story in a narrative, in a context, because our parents are immigrants. So much not that much time to sit and understand, you know, who they are. They were taking out of their context, yani. They were both taking out of their cities, made to speak a language that they're not fluent in, you know, and reduced to whatever stereotypes yani America wants to put on them. And it's almost like you get to understand who they are, where they're coming from all over again. And Fatima Mernissi, one of the reasons why I love her work is she also leaves at some point Morocco to go study in France and comes back with different ideas about Baladha. No matter how backwards people believe it to be, she interprets it in a very different way. مثلا, one of her books that I really like is Shahrazad Goes West. Now, Shahrazad I grew up with, يعني حتى a teacher that I used to have, a history teacher, كان يقول لي أنتِ Shahrazad, like it's Orientalization, يعني, just because I was from Iraq, so I never really understood, you know, what that was all about. It was weird. And so basically America sees Shahrazad as a sexualized individual. She's just beauty, you know, and telling the story. Best in the Eastern context, Shahrazad is very well known for her intellectualized way of leaving a situation. And this is still to this day one of the best qualities a woman can have. It's strategy, storytelling, and her intellect, as well as her beauty. And so like Fatima Mernissi, what she does in this book is she basically compares how the story of Shahrazad was taken in the West to be sexualized, and the woman is just for her body, really, from movies and books. But in the East, how the story of Shahrazad is still preserved, and it's how the woman is superior basically in her intellect and the way she uses her mind. And each one has a very different way of showcasing this. And she basically says how backwards the West is for doing this, but they think they call us backwards. And so that for me is mind-blowing. And no, that makes a lot of sense. Like we all grew up with like very strong, cunning, strategic women in our families, you know, like just things make sense, you know. I love the quote that you put on your Instagram page اللي هي يقولون عني أني امرأة قاسية امرأة متوحشة متوحشة وحقيقية وحقيقية، لأن الحقيقة هي the truth is savage and hard. And أنا بس أريد أعرف why was there a specific reason يعني you put that specific quote يعني and if you can just maybe tell me like what you liked or what you mostly inspired about Nawal Saadawi, because there's many controversial views here let's say in the Arab countries about her writings, her things. I respect Nawal Saadawi and her work because it is, and this is she's very controversial. And I think we need more controversial voices, whether or not we agree with them. So I don't align with her 1,000%,
but I respect her طريقة التفكير مالتها and her like courageousness. So why is this important? Well, she stands up for women, their sexual rights, their place in a patriarchal society. خاصة she focuses on Egypt, and she focuses on I think النساء بالريف and بالسجون, women that do not have any power really. And she gives them a voice, and she gives them power, and she gives them a way to exist in our society, which is very much needed. Okay. Why بالنسبة إلي, why is Nawal Saadawi and that quote very important? لأنه she is willing to talk about these really hard topics with no خوف at all about what the repercussions are, which is, we really need that, because if we don't, who's going to come in and talk in our place? It's going to be like a white woman coming in to talk about our rights, which is like, for me, if I hear another one person coming to me telling me about my rights as an Arab woman that's not an Arab, in this region, Manta, please do not. So this is, for me, why it's so important. And no, every society has amazing achievements and a disgusting, dark underbelly that nobody wants to talk about. And the reason that she is so controversial is because she's talking about them. It shouldn't be so controversial, actually. It should be a normal thing in our society. Do I agree with everything she says? No. But do we need her? And Allah yarhamha. Do we need her and more people like her? Absolutely, 1,000%. Mhm. And she did it in a very intellectual, academic, systemic. And there are a few others, I'm not going to name names, that do it in a very almost like TikTok sensationalist. Not Noah Saadawi is an academic through and through. You cannot. I forget what her background is. She a lawyer هي in طبيبة practice? نسائية. طبيبة نسائية, but آه is she have a background in law? No, ما أعتقد. maybe. هي اعتقلت أول كتاب، أعتقد من أول الكتب مالتها مذكراتها بالسجن. وهم كان من الكتب الأكثر انتشارا. وأكثر القصص اللي كتبتها هي مستوحاة من عيادتها، من النساء اللي يجون على عيادتها بأمور تتعلق بأمور الصحة الجنسية، وهاي الأمور اللي هي خلتها ألهمتها أنه تكتب عن المرأة وعن حقوق المرأة وعن نظرة المجتمع تجاه المرأة، تسليع المرأة في بعض الأحيان همينة. وكتبتها مثل ما قلتي خديجة، كتبتها بشكل ذكي، لأنه إحنا مو مجتمع راديكالي. المجتمع العربي أو مجتمع غرب آسيا أو جنوب غرب آسيا والشمال أفريقيا مجتمع يحتاج لهواية من السوفت مسجنج أو هاي المسج الناعمة حتى يتقبل، لأنه إحنا مو مجتمعات راديكالية. هي حافظت على الراديكالية مالتها، بس كتبتها بشكل كلش ذكي بحيث صعب إن الواحد ينقضه. وهاي أنا أشوف من أحد مميزات طريقة ومن أحد أكبر الشغلات اللي ميزت ذكاء نوال السعداوي. This thugul, or this how to there's no more intellectual depth. patience. Yeah, intellectual, but also الثقل الثقافي. yeah, exactly. That she was able to do this, and it's not like an internet sensation. She has books that will stay forever with us, and thoughts that have changed society, forever. أكيد. بريك قصير ونرجع. رجعنا من البريك. خديجة، عندنا سؤال دائما احنا نسأله للضيوف مالتنا، هو مثل السؤال المحوري واللي هو مستوحى من فكرة البودكاست مالتنا، اللي هو شو وقت اضطريتي تاخذين تحويلة بحياتك أو ديتور سوت سبب التغيير؟ It is a very specific moment in my life. كنت راجعة لأمريكا دا أزور أهلي. I think قضيت at this point 4 سنين بربيل. وكنت in a job
that I knew wasn't, for me, I was in education. I was working with a school. لأن a degree like دراسات شرق الأوسط, you can do like journalism, you can do education, you can do policy work. If I had my degree, I loved it, but I didn't really have a job. And so أتذكر كنا Washington DC in front of the memorial, and it was like Ani Ukhti, and I turned to her randomly and I was like, I think I'm gonna be a graphic designer. And she was like, oh, cool. And I was like, okay, cool. That was it. I just decided in that moment there's something very deep inside of me. ما أدري شلون. مو ما أدري I did فنون جميلة من اللي كنت I think من 10 سنين إلى 18. So I was doing it for like middle school, high school. I went to like a specialized high school for art. But in college, I left my art and I did دراسات شرق الأوسط. In that moment, I decided to just change my whole life and go back to art, بس هالمرة على graphic design. So 2016 بداية السنة الجديدة اللي راح نحتفل هسه ب 2026. ف10 سنين أخذت هذا القرار. Yay! رجعت and I quit my job and درست سنتين وحدي I think بالبيت like online. بعدين رحت لندن وبعدين فتحت my studio وبعدين client after client after project after here we are 10 years later from that detour. That was my detour. مبروك عقد من الزمان بهذا المجال، العمل على مشاريع الهويات البصرية، سواء لمشاريع ثقافية أو لمشاريع تجارية. Mhm. شلون يجيش الإلهام؟ من يجيش الإلهام إنه تصممين هاي الهويات أو تصممين الجرافيك ديزاينز أو التصميم لأي فكرة أو لأي بزنس؟ It's really not ilham. If I were to open the parda and show you behind the scenes, most of it is hard work of plotting out ideas. So alhamdulillah, I have a background as in art. You always have to start sketching, sketch, render, and you start to put together really random ideas, words, associations. Subhanallah, my background in Middle Eastern studies makes it so that I have a really rich library to choose from. I can understand how to look for an idea, how to go back, pick up a resource, a story, a book, a film, a movie. And so a lot of it is pulling ideas and then sketching what that would look like without judging, and mashing up. The ilham will come in once you've done a lot of that. And then all of a sudden you can like step back and you'll see like a connection. You'll see like a story, or you see something that might work. 9 times out of 10, the client's not going to choose the one you like, by the way. Pro tip. It's never that one. But it's a whole process of to jamam in all of your libraries, all of your life experiences, a lot of brainstorms with your team, and then stepping back and seeing what makes sense, what works, what doesn't. And ilham comes in maybe like 10%, and the rest of it is just a lot of pushing a lot of very ugly, weird ideas and being okay with it. That's what I'd put always what I'd put. إذا تقدرين تحكي لنا شنو كان أول مشروع أخذتي من فتي هنا أو رجعتي؟ أنت قلتي بديتي بلندن، من رجعتي للعراق شلون كانت الدخول؟ يعني هل كان project كان desire شنو؟ if you can just tell us more about يعني how did you get here with Studio Khadija? Honestly, Barbil, the creative scene there is much smaller, but there is a healthy creative scene in Naka. And I had an opportunity in a company called Recoded to build design courses بالعربي. يعني
First it was in Karakosh, then we opened up a virtual one. So the Karakosh one was like intro to design and photography, كان بالعربي وبالإنجليزي, and we did a curriculum. And then the second one was a UI UX course online during COVID. بس أخذنا the 21 best students بكل العراق. So جوي من موصل، بصرة، بغداد، أربيل، سليمانية. And we did it online, and I think there was more than 1,000 applicants. The reason why I'm telling this story is because these students were so creative. It's not that it blew my mind, because I don't expect them to be creative. But when you provide them with the proper infrastructure, so as a facilitator, what my job is, and I've done a lot of like teaching jobs before, when you provide the right environment and when you teach the correct curriculum, there's a lot of play involved, all of a sudden you find al-maharat in your students. And one of our programs was called Maharati, because it was the women in Karakosh, and it blew us away. That made me be in touch with some of the best creatives. To this day, I still hire them for projects. I still meet up with them. I always ask like what projects they're working on. They blow me away. When I moved to Baghdad, the creative scene is even bigger and better than I imagined, than I expected. It gives me that satisfaction to be part of this community, but there's no infrastructure for it, really. And so when I built the studio, when I opened the studio, كان نيتي إنه تصير مثل نيويورك or London لما تروح لهذني create like little دربونة بيها like, you know, on-off studios, this, that. I did some kind of studio to showcase that Iraq has this level of creativity. But the infrastructure is not, I don't think it's here yet. And when I talk about infrastructure, I'm talking about amakin to make it affordable for creatives to rent out spaces, creatives to be paid well enough bil Iraq to stay and work creatively. Right now it's mostly ad agencies or marketing agencies. It's not really like, there's very few like specialized design studios. So I would say it's thriving, but the infrastructure is not the best yet. What was the biggest hurdle coming here without the infrastructure there?